Bonsoir, bienvenue pour cette conférence de presse. Vous avez encaissé un but dans les dernières minutes de la rencontre. S'il vous plaît, Jeanne. Vous avez encaissé un but dans les dernières minutes du match. Votre analyse du match de ce soir face à la JS Kabylie. Écoutez, un match compliqué, on s'attendait à souffrir et on a souffert avant de démarrer et avant de poursuivre. Avant de poursuivre, je tenais à... Merci, bonne soirée. إخواني أخواتي الكرام، كلكم تقريبا شفتوا هذا الفيديو هذا اللي كيعبر على الجهل والحقد ديال هذا الشعب اللي ابتلانا الله بالجوار معه. في الحقيقة الشيء يحز في النفس فقط لأننا جيرانهم. أما الكلب فكيبقى ديما كلب، وكما كيقولوا الإخوان المصريين عمر ديل الكلب ما ينعادل، وهذا عمرهم ما غينعادلوا، عمرهم ما غيكونوا بنادم. المهم أنا كمغربي فأحيي المدرب على الانسحاب ديالو من هاد الندوة. بين قوسين هي ماشي ندوة، هي شوها، والحمد لله كل شيء العالم غيكون شافها وانطلاقا من الإخوان التوانسة، لأن هذا راه مساس حتى بالتوانسة، ماشي عا المغاربة أولا والتوانسة ثانيا، لأن هذاك السيد راه تونسي، راه يحمل الجنسية التونسية، وإهانته إهانة للتوانسة كاملين. احنا كنتضامنوا معاه وكنتضامنوا مع الفريق ديال الوداد، ولو أننا بغض النظر عن الانتماءات، لأن المسألة أصبحت وطنية وفيها الراية المغربية وفيها الوطن وفيها الإساءة لفريق من الفرق المغربية. احنا معروفين الأخلاق ديالنا في الضيافة، ومعروفين الأخلاق ديالنا في استقبال الإخوان العرب، ومعروفين التقاليد ديالنا والاحترام ديالنا لأي واحد جا عندنا، انطلاقا منهم هما نيت، من هذا الشعب الجاهل بالنظام ديالو، لأن النظام ديالو دجنو، مع تحية واحترام الشرفاء من الشعب الجزائري. أنا في الحقيقة أعتقد أن هذا الشيء مقصود ومدروس من النظام، لأن النظام يعرف العلاقة اللي كاينة بين الإخوة الأمازيغيين الجزائريين والشعب المغربي، والعلاقات اللي كاينة راه كاينة حتى علاقات دبلوماسية ربما سخرة مجموعة من المرتزقة ومن المتوحشين والمنحرفين باش يقوموا بهذيك الحركة، سواء داخل الملعب ديك الهتافات، وفي الندوة الصحفية إلا لاحظتوا راه حتى هذوك الميكروفونات ما عندهمش اللوغوات ديال سميتو ديال الجرائد الإلكترونية والجرائد الورقية الكرغولية، هما فقط غير مجموعة ديال البيادق وديال الجواسيس. ونحن كشعب مغربي نسير رغم نباح الكلاب ورغم عواء الدياب ورغم ما يقوم به الثعالب من قفزات تنم عن حقد وحسد وكراهية لا مثيل لها. فأنا أعلن كمواطن مغربي، أعلن تضامني مع المدرب التونسي. هذه إهانة وخص عقوبات في حق الفريق المنافس، لأنه لم يضمن سريان الندوة الصحفية اللي هي
بطبيعة الحال الألواح راهي لوحة ديال الإشارات، وأتمنى أن تقوم تلك الشركات بدعوى ضد الجامعة الكراغلة، وخاص الكاف تاخذ هي الإجراءات ديالها، إجراءات عقابية في حق الجامعة الجزائرية، لأنها أولا لم توفر الأمن للمدرب التونسي. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وردهم إلى جحورهم خائبين منهزمين.